الحلم العربي أصبح حقيقة. مونديال 2022 تنظيم قطري عربي متميز للنسخة 22 من المونديال. المنتخب المغربي الذي تأهل بجدارة واستحقاق في مجموعة ضمت بلجيكا وكرواتيا تأهل متصدرا للمجموعة أمام كرواتيا وصيبة العالم وبلجيكا الثانية في ترتيب الفيفا. منتخب مغربي محترم بمدرب محترم وبلاعبين ينشطون في أغلب وأكبر الدوريات الأوروبية الكبيرة على غير زياش نصيري وحكيمي والحارس ياسين بونو المتألق. البداية كانت أمام كرواتيا وتمكن فيها رفقاء ياسين بونو من الخروج متعادلين. في المباراة الثانية أمام البلجيك وأمام دي بروين وكورتوا تمكن رفقاء حكيمي من الفوز بثنائية كاملة ما مكنتهم من تصدر المجموعة. ثم جاءت المباراة الثالثة أمام منتخب كندا التي فاز بها المنتخب المغربي بهذه النتيجة 2-1 ليتأهل بصدارة المجموعة لأول مرة يفعلها منتخب عربي وافريقي يتأهل إلى الدور الثاني في رأس مجموعته. جاء الدور على منتخب إسبانيا أو لاروخا أولاد وأشبال المدرب وليد الركراكي يعرفوا كيف يقتنصون التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم ذهبوا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لرفاقه بياسين بونو الذي كان له دور كبير في التأهل إلى دور النصف النهائي أو الربع النهائي فجاءت المواجهة الكبرى ومنتخب أوروبي آخر هو المنتخب البرتغالي المدجج بالنجوم بقيادة مدربها المحنك وبقيادة لاعبها وأسطورتها التاريخية كريستيانو رونالدو. أسماء لاعبي البرتغال لم تنقص من عزيمة أولاد وأبناء وأشبال الوليد الركراكي وأشبال كتيبة المحاربين محاربي أسود الأطلس. المنتخب المغربي تمكن من العبور إلى الدور النصف النهائي